الشيخ الإجري تحول من زعيم ميليشيا وقائد انفصال ليوتيوبر. ما عنده شغله ولا عمله، بتلاقي بالليل بيطالع لك بيان، عند الصبح بيطالع لك بيان، بعد الظهر بيطالع بيان، كل شوي بتشكر إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على الريحة والجاية، نطالب بالانفصال، عندنا كادرنا، عندنا كل شيء. لك طول بالك، المصلحة هاي اليوتيوبرية بدها فهم، بدك هيك تتعلم أصولها. ما يمشي حال تطلع آخر الليل، مين بده يشوفك؟ او تطلع الصبح بكير العالم كله نايمه وباشغالها. ما بقى اللي عم يكتب لك المحتوى اللي عم تحكيه صار مكرر كتير 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 مكرر. خليه هيك يعمل كرييتيف، يعمل شيء جديد. اذا بده يستعين بالذكاء الصناعي، في عندك كوبايلوت، شات جي بي تي، جيميناي، لا حي الله شيء هيك، قل له اعطيني شيء جديد، دخل له بياناتك القديمه، قول له يا اخي والله ملت العالم من هي البيانات، لاقي لي بيان جديد ما يملل العالم. يعني والله العظيم صار مضحك لدرجه انه صار مسخره. صار سعرك على سعر المؤثرين تبع وزاره الاعلام اللي دعوهم لهون ولهون، صرت مسخره على الاخر. هذا مستشارينك، وخاصه مستشارك الاعلامي، غيره ولاقي لك مستشار جديد، واطلع بلوك جديد، اطلع بشيء جديد. يا اخي والله ملينا منك، زهقنا هيك، غير لنا شوي الله يرضى عليك. يعني ما صار خاص وقت نشوف بياناتك على السريع نقلب ونتحرك، ما عاد في شيء جديد، ما عاد في شيء يحمس. توافقوني الرأي او كان رأي ثاني؟ اكتبوا لي بالتعليقات، وبالنتيجة والنهاية ما تنسوا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم.